في أيام بتحس إنك تعبت. آه مش تعبت شوية، لأ أنت تعبت من كل حاجة. ضغط ودراسة، أو مسؤوليات. فبتسأل، هو ليه حياتي صعبة كده؟ يعني في حاجة غلط في حياتي؟ السلام عليكم، أنا أحمد، ودي حلقة جديدة من سلسلة علاجنا صورة. في سورة البلد، الآية الكريمة بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني دايما الإنسان هيكون في تعب، ده الأصل في الحياة. هتتعب سواء أنت ماشي في طريق ربنا، تجتهد في إن أنت تقرب وتعبد ربنا حق العبادة، أو لو أنت لا قدر الله بعيد عن ربنا برضه هتلاقي التعب. بس الميزة إن أنت لما بتتعب وأنت في طريق ربنا، التعب ده ما بيروحش كده في الفاضي، ما بيروحش كده في الضياع. الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كفر الله بها خطاياه. يعني مفيش أي تعب حتى ولو صغير بيصيبك إلا ربنا بيكفر بيه ذنب عندك. قيس على كده بقى كل حاجة. بتتعب مثلا إن أنت تستحمل والدك لو بيزعقلك، تتعب عشان تقوم تصلي، بتتعب لما تغض بصرك. أي تعب صغير، طول ما أنت مأمن بربنا وفي طريق ربنا، ربنا يجزيك عليه خير. فبتلاقي إنه الحقيقة دي بتثبت عندك مفهوم إنه التعب جزء من الطريق، لكن ما هوش النهاية. والرحمة والرأفة إنه بيتكفر به الذنب عن كل تعب بنتعبه. في آية في القرآن بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني ربنا مش بيضيع إيمانك، ماشي؟ ربنا رؤوف ورحيم. والتعب اللي احنا بنعاني منه دايما ده، هو في قلبه في رحمة وفي رأفة من ربنا. فخليك دايما عارف انه التعب هو جزء من الطريق، والتعب ما هوش معناه ان انت متروك، والتعب هو علامة ان احنا بنتربى صح. السلام عليكم ورحمة الله.